السلام عليكم، السلامة، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا ملاح ومهنيين اليوم ان شاء الله. حندير لكم طاجين بسباس، وصفة هايلة بزاف وبنينة تانيك. كنت حابة نقول لكم خياتي نشكركم بزاف لي زابوني جداد ولي زابوني قدام، يعطيكم صحة راكم تدعموا فيا، نشكركم بالبزاف. بسم الله نحل الوصفة. خديت هنايا زوج مغارف كبار تاع الزيت، مغرفة صغيرة تاع السمن، نخليهم يسخنوا مليح. نضيف هنا الطراف تاع الدجاج، هنا الدجاج حسب العائلة تاعكم، نخليه يتقلى مليح حتى يولي حمر هذاك الدجاج. خديت هنايا حبة بصلة وحبة بصلة خضراء طويلة، رحيتهم مع بعض. نتوما خذوا حبة بصلة صغيرة. هنايا انا هنا بصل رحيت واش حنطيب اليوم في النهار. نتوما خذوا حبة بصلة صغيرة طيبوها مع داك الدجاج حتى يذوب. نضيفوا حبة زودية قطعتها دي غوندال، ونضيف حفنة تاع الزيتون اللي كنت مخطوط 3 خطرات في الماء ولا غلوه. وهو تنحولو هذاك الملح، نروح نضيفو هنا التوابل. نضفت هنايا كركم، شويه كركم، شويه زعفران شعره، تحبوا ديروه تحبوا لا، راس الحانوت، عود قرفه، وشويه قرفه مرحيه، وزنجبيل وفلفل كحل ومعدنوس الجاف. بالنسبه زعفران شعره تقدر اللي عندها ديروا، اللي ما عندهاش ما ديرهاش، وكركم ما ديروش بزاف. وضفت هنايا مغرفه من مسوحه تاع العسل، نخليهم يتقلاو مليح، ونضيف شويه ملح ديروا حسابكم بلي كاين الزيتون، وملح حسب العائله تاعكم تانيك. نخليه يتقلى مليح، ومن بعد ما تقلى عليه نضيف له كاس تاع الماء بك، ونخليه يطيب ولا يتقلى. نوحو الحشو ولا العقده. خديت حبه بسباس كبيره، فورتها. هنايا نفضل كي تكون هكاك سخونه، اللي تحت ترحوها بفرشيطه، انا خليتها حتى بردت، جاتني شويه صعيبه. تعرفوا بلي تكونوا تدوروا منهم من تنساو روحكم. دونك هنا خديت حبه بسباس هذيك رحيتها كامل بلوخه فرشيطه، وضفت 4 صدر تاع الدجاج رحيته، وضفت هنايا معدنوس شويه، والتوابل هنا درت كيما مقبلات، نحيت بالكركم ونحيت زعفران شعره، ضفت زنجبيل، راس الحانوت، فلفل كحل ومعدنوس جاف، وشويه قرفه مرحيه. ضفت البصل شويه، هنا خديت شويه تاع البصل، ونضيف لهم غرفه كبيره تاع فارينه، ونخلط كامل. ناخد حبابه تكون صغيره ونخلطها مليح، ونضيف لها الخليط. انا مش حنديرها حبه كامله، حندير شويه، حتى عندي غير شويه. نتوما درتو كميه كبيره تجيكم حبابيط كامله. نضيف شويه ونخلط. نروح ناخد خبز محمص مرحي، نضيف له 2 مغارف ولا لا شابور، نبقى هكا نخلط فيها نلايمها ونضيف لها الخبز. انا كان واجد خدمته قبل رمضان. 2 مغارف كبار يكفوني. نلمو لافاغ تاعنا. هنا نخليها تريح حتى 5 دقائق، ونبداو نشكلوها كويرات. ناخد هنا لافاغ ولا العقده هذيك شكلوها كويرات، نديروها في داك البيض اللي قاعدين نص حبه. وانتم درتو حبه بيض كامله، تضيفوا حبه بيض واحده اخرى، ونجوز لها على الخبز محمص ومرحي. كي يكمل كامل هاد لي بون ندخلهم في الفريجيدير 5 دقائق، ومن بعد نقليهم. عامليك نوريهم لكم هكا شكلناهم. دوك نديرهم في الفريجيدير، نكمل كامل لافاغ ونديرهم في الفريجيدير ونقليهم. هنا نولو المرقه تاعنا ولا طاجين تاعنا، نديرو له خليته تقلى شتو قريب نص طيب وهو يتقلى باش مرق نخليه حتى يعقد لي. اوريكم هذوك العقدات اللي طيبناهم، هاي اللي كيفاش تحصلنا عليهم، صدقوني بنم بزاف. نضيفوهم لهذيك المرقه. نخلوهم يطيبوا شويه ونطفي عليهم حتى تعقد لنا هذيك لاصوص. هذه هي وصفتنا تاع اليوم. حنزينها بشويه تاع المعدنوس، وبيان صور اللي تخرج تاع القارص انا ما عنديش.
نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفة تاعنا. دوك نوريها لكم. هذا هو طاجين البسباس، صدقوني بلين بزاف، سورتو ولادكم حش يفوقوا ماهوش حين يفيقوا لكم باللي درت لهم بسباس في العقدات، غير اللي يعرفوه بيان سور. هذه هي وصفتنا تاع اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. يعطيكم الصحة اللي تبعتوني. نتلاقاو ان شاء الله مع وصفات تحت اخرين. ما تنسونيش جيم وكومنتير وبارطاجي، شاركوني مع لي جروب تاعكم. صحة فطوركم بسلامة، سلام عليكم.